بسبب هاي الحركة شكل الوصفة تدمر، لكن مو مشكلة، أهم شي الطعم. طعمها كلش طيب، أنصحكم بيها. وصفة جدا سهلة وطيبة، جربوها وانطوني رأيكم بالتعليقات، وألف ألف عافية مقدما. شوفوا المنظر مالتها حبايبي. ندخل بالتفاصيل. نخلي تقريبا قلاصين تمن عنبر، شوية طماطم مثرومة، على بصل ناعم، على معدنوس كرفس. نضيف ملعقة معجون ونومي حامض كاملة عصري، ضفت نص ونص، بعدين راح أضيفه رشة ملح، والبهارات مجرد كاري دجاج وفلفل أسود. وبعدها راح نبدي نجانس المكونات ونضيف شوية زيت، وأهم شي طبعا دبس الرمان، ونرجع نجانسها. صارت عندنا الحشوة جاهزة بهذا الشكل. بعدها يابا نجيب جدر، ونجيب بصل حسب الكمية اللي تحتاجوها، ونشرحها بهذا الشكل ونخليه بالجدر، ونضيف مي حار ونخليه 5-7 دقائق حتى يصير عندنا بهذا الشكل. من نفتحه ما يتعبنا بالفتح أبد. بعد ما فتحناه بهذا الشكل نجيب جدر ونضيف شوية زيت، ونبدي نحشي البصل بهاي الطريقة البسيطة والجدا سهلة. بعد ما حشيناه بهذا الشكل، هسه نبدي نحضر الصلصة. شوية نخلي مي، على معجون، على مكعب ماجي، على دبس الرمان، وتكملة النومي حامضة ورشة ملح، ونجانس المكونات وننزلها بهذا الشكل. تقريبا يغمر البصل. بعدها نخليه على النار، أول ما يفور نقبضه ونص النار، نخليه تقريبا ساعة، وبعدها يصير عندنا جاهز. لكن بسبب هاي الحركة شوية انمرتت، بس طعمها كلش طيب. وإذا الفيديو عجبكم لا تنسون تحطون لايك وتسوون لنا متابعة، ومع السلامة.